وتشتموا جيش مصر. حضرتك وزير في الحكومه. ما حدش شتم جيش مصر يا سياده المستشار. ما فيش حد شتم جيش مصر. النادي الاهلي نادي الوطنيه. نعم. النادي الاهلي نادي الوطنيه. مين يقول كده؟ ما فيش حد في النادي الاهلي يشتم جيش مصر. يا سياده اتشتم. لا ما فيش حد. سياده المستشار اللي بيكلمك الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. ما فيش حد. لا ممكن تسمعني دقيقه يا سياده المستشار؟ حضرتك شتمت مصر كلها السنه اللي فاتت وشتمت النادي الاهلي كله وشتمت رموز النادي الاهلي. ما تنساش عوده. لا يا راجل لا انت محتاج تعتذر لمصر كلها. محتاج تعتذر لامهات مصر. كابتن عبد العزيز محتاج انك انت تعتذر للناس اللي انت سخرت من خلقه ربنا فيهم. في ايه؟ انت محتاج تعتذر لمصر كلها. انت محتاج تعتذر لنادي الزمالك والكرسي نادي الزمالك اللي انت قاعد عليه. كرسي نادي الزمالك ده كرسي محترم. كابتن عبد العزيز. حلمي زموره وبرجيله. لا سياده المستشار. انت يا راجل محتاج تعتذر لنفسك. كابتن عبد العزيز لو سمحت. كابتن عبد العزيز انت محتاج تعتذر لنفسك. عارف يعني ايه تعتذر لنفسك؟ انا بستاذن عشان يبقى عندك شويه سلام تقدر تعامل بيها الناس باخلاق كريمه. انا محترم. لا انت محترم ايه؟ كابتن عبد العزيز. كابتن يا راجل اتقي الله اتقي الله. ارجع. انت مش بتتكلم عن التسجيلات. كابتن عبد العزيز لو سمحت. كابتن عبد العزيز وبص فيها وشوف. يا كابتن شوف السب والقصف. انا عمري ما حصل خناقه في برنامجي. كابتن عبد العزيز لو سمحت. لا ما ده مش حوار. احنا ما بنتحاورش. لا بعد اذن حضرتك. هي دي المشكله الاساسيه يا كابتن عبد العزيز. كابتن عبد العزيز في هذا الرجل. يا كابتن في ان هو بيتطاول على اي حد في مصر وعايز كل مصر تعتذر له. ازاي؟ كابتن عبد العزيز ازاي؟ ممكن تسمعني؟ ممكن تهدى؟ انا هادي والله. سياده المستشار. كمل كلامي وبعدين كمل كلامك ايه؟ سياده المستشار. ما احنا اللي هنتكلم بنفس الهدوء اللي بنتكلم بيه. كابتن عبد العزيز اديني فرصه اتكلم لو سمحت. انا ساكت يا استاذ خير. سياده المستشار بستاذن حضرتك بس في حاجه. احنا حوارنا طول الوقت كان في اطار في ملعب ده لمس واحد نمره 2 ماتش وطردهم بره. وده سبب مشكله بيني وبين العيال اللي اقتحموا نادي الاهلي في الجزيري. ينسحب ويمشي. تمام. خلينا بقى في المشكله بتاع اللاعب ده عشان نخلص من المشكله دي. لا احنا ما بنناقش اللاعب ولا فارق معانا اللاعب. السيد الوزير اسمعني بس. السيد الوزير لما كلمني قبل الهوا قال لي كلامه واضح. قال لي عندك استعداد تزور النادي الاهلي؟ قلت له طبعا. انما استعدي الزمالك. ما حدش غلط فيك يا سياده المستشار طول السنه. انا حضرتك شتمت محمود طاهر بامه. عماد وحيد بامه. شتمت النادي الاهلي يا استاذ عبد العزيز. والناس كلها سياده المستشار طول السنه صبر عليك. صبر عليا صبر عليك. طب عايز امرود يعني انت وبتطلب منهم ان هم يعتذروا. عايز امرود الفرج. صبر عليا في ايه؟ لا ازاي صابرين عليك؟ ما فيش واحد طلع اتكلم عنك. انت بتكلم مرتضى منصور. انت بتتكلم برضه النادي الاهلي. يا ريت ماليش دعوه بالنادي الاهلي. انا بكلم مسؤول في النادي الاهلي بيغلط يا استاذ عبد العزيز. ما يبقاش كل يوم حضرتك في التلفزيون. هو النهارده يا استاذ عبد العزيز لما انا امي يا استاذ عبد العزيز انت لما والدتك انا اللي بشتم والدتك دلوقتي حالا. انا قلت اللي هيشتم والدتي هديله بالجزمه. يبقى محمود طاهر. طب وهي دي الفاظ تتقال يا سياده المستشار؟ الله. وقلت هي دي الفاظ تتقال من رئيس نادي الزمالك؟ نعم. دي الفاظ تتقال من رئيس نادي الزمالك قدام الدنيا كلها. لازم يبقى عندك تحفظ شويه يا سيادتك. يا استاذ عبد العزيز انت مش هتعلمني. انا كده شخصيتي كده. وجمال عمير لا خلاص يبقى تتحمل المردود بتاعها بقى يا سيادتك. استاذ عبد العزيز هو حضرتك هتكلمني وانا اتكلم ولا تسمع؟ انا على فكره مش استاذ انا كابتن. من فضل حضرتك يا استاذ عبد العزيز. سياده المستشار شعبي بيختاروني كده. خلاص حضرتك عايز تعمل مشكله معايا. انا ما عنديش مشكله خالص. لا انا ما بحبش مشاكل. انا عمري ما بحب مشاكل. خلاص انا بقول كلامي واضح. محمود طاهر هيقرب خطوه هقرب له 10. خلاص. ربنا يهديك ويصلح حالك. ربنا يهديني. ويصلح حالك ويهدينا جميعا. احنا كمان ويهدينا احنا كمان. طبعا يهدينا جميعا. سياده المستشار الكلام اللي قاله السيد وزير الشباب والرياضه هو كلام بيحمل حضرتك وبيحمل المهندس محمود طاهر بما ان 2 3 علشان اتحمل مسؤوليه واكون راجل. قلت له وانا مش مطلوب مني صعب وكل ما بيبقى عليه مسؤوليه اكبر. فانت النهارده عليك مسؤوليه اكبر حتى لو كان ده ضغط عصبك وشباب كتير جدا. لابد ان تاخدوا قرار كبير وتاخد قرار قوي وتاخد قرار صعب. لو اي حد تاني يقول ازاي اتخذ هذا القرار، لكن في ظروف المرحله اللي احنا فيها والظروف اللي انتوا الكبيره اللي مصر بتمر بيها وظروف الناديين اللي انتوا بتمثلوهم يقول القرار كبير. والقرار الكبير ما يطلعش الا من حد كبير. حتى الواحد مو قليل الشر يا سياده المستشار. خلينا نشوف المقطع بس اللي يتكلم فيه المستشار مرتضى منصور امس في لقاء
بس يعني اخذني في الطريق معه، خلينا نسمع. والله كهرباء بقى مطلوب، ما اعرفش بالرغم الواد ده بيعمل يعني ناس تقريبا الدنيا كلها طالباه، لكن هو ده الحمد لله. بص كهرباء لاعب موهوب في دماغه وموهوب في رجليه قوي. في لاعب موهوب في رجليه مش موهوب بس. الاول انا بس عايز يعني اسمح لي، انا شفت التقرير الاولاني، عايز الكابتن ابو تريكه في وفاه والده. نعم. والاختلاف السياسي حاجه طبعا. والموقف الانساني حاجه، وكوني رئيس نادي الزمالك فهو واجب علي انا اعزي نجم من نجوم النادي الاهلي في وفاه والده. صحيح. يعني معلش انا فاتني دي، لان انا شفت التقرير في المدافن وانا لسه نازل من البيت واحد مكان. تمام. لا كهرباء عنده حروب كتيره، وانا بقول لوليد الفراج يا اخي وليد، انت غلطت في حق مصر لما اتريقت وقلت يا سياده المستشار الرز خلص. انا صديقي العزيز منصور البلوي انت عارف رئيس نادي اتحاد جده طبعا، وبيشتري لعيبه من البرازيل ب 50 مليون و60 مليون. تمام. اشمعنى في نادي مصر تقول لي الرز خلص؟ تمام. ده لاعب دي موهبه. تمام. زي محمد صلاح ما بيتباع دلوقتي بملايين في العالم وربنا يوفقه. تمام. ده زي ما لا يقل عن محمد صلاح. حضرتك عايز تشتريه اهلا وسهلا، مش عايز قعدوا معايا 5 سنين رجحوا لي يا عم، وانا بشكرك جدا. وطبعا بشكر لكن هل في نادي اماراتي طلب مرتضى؟ اكتر من نادي اماراتي واكتر من نادي سعودي. لكن في ارقام ولا لسه مش واضحه؟ لا لسه طبعا مش عايزين، لانه لسه على ذمه نادي، الراجل بيلعب في اتحاد جده. يعني احنا قرينا انه في مبلغ كبير اتعرض، لكن الاولويه نادي اتحاد جده باعتبار ان هو لاعب فيه، بيلعب فيه، ثم اهلي جده. ما طلبوش هم لان الولد يعني تاقلم على السعوديه. ثم اي طبعا نادي اماراتي فوق دماغنا، ناس محترمه. عشان بس نقفل النقطه هذه، سياده المستشار لا تزايد. أنا كنت أتحدث عنك أنت وعن نادي الزمالك وعن صفقة كروية بين نادي الاتحاد ولاعب محمود كهرباء. إيش التصعيد هذا؟ لا هو أنا ما بلش على مصر، ما حد جاب سيرة مصر، ولا تزايد لأنك أنت مو لاقي لنفسك قيمة شعبية فقاعد تستخدم. لا هو يقصد رئيس الجمهورية، هو يقصد سمعة مصر. يا سلام يا سمعة مصر اللي أنت خايف عليها. أنت آخر واحد يتكلم، أنت إساءة لمصر. يا شيخ إيش أنت رجل لسانك سليط ومفلوت، ولا أنت عارف إيش قاعد تقول. انت لانك ضعيف وقضيتك ضعيفه ولا لك شعبيه في مصر، فتحاول تقدم الامور انها باسم البلد. لا انا لم اتحدث على مصر ولا ما اتحدث على حكومتها، ولما قلت لك رز سكر ما كان في فلوس، يعني قصد النادي على صفقه لاعب. ليش المزايدات وحاوله التحريض؟ لا انا قصد مصر، انت تزايد علي في مصر. اسال المصريين عن وليد الفراج، مش انت تسالني. ما بقلنت. شكرا لك فيصل الجفن. شكرا لك ابو بدر. شكرا لك موسى الحياني. شكرا لك. وسياده المستشار يقول لا يقل عن محمد صلاح وبكهرباء فرق شاسع كبير بينهم، فرق شاسع بينهم. طريقه تسويق سيئه من لاعب متعاقد مع نادي، يلعب في نادي، قاعد تزايد عليه تحرج عليه بالطريقه هذه. يا رجل انت حاجه تفشل. شلون ذا الرجال؟ شكرا لك ابو بدر. عموما بس قبل ما نقفل البرنامج بس نذكركم انه لجنه المسؤوليه الاجتماعيه في الاتحاد السعودي لكره القدم القاهره اليوم. طبعا اغلاق برنامج القاهره اليوم ده مساله انا شخصيا متعود عليها، يا ما اتقفل ويا ما حصل، ولا يعني انا شخص متعود ومستني دايما انه ممكن يحصل اي حاجه بسبب اراء الواحد. انما انا اللي ضايقني النهارده انه يا مجلس النواب ده في موضوع امناء الشرطه، ده في موضوع الناس اللي عايزه تاكل، ده في موضوع الخدمه المدنيه. فهل قررتوا ان انتوا تسيبوا ده كله وتجمعوا توقيعات لاغلاق برنامج القاهره اليوم؟ يعني هل تحول مجلس النواب الى مكان لتحقيق الاهداف الشخصيه؟ ان واحد ياخد المجلس زياره، ياخد المجلس مقاوله، ياخد المجلس لحسابه، وطبعا بيقنعهم بشيء كذب. والغريبه ان الكذب اللي هو بيكذبه ويعني ده يعني هتكتشفوا ان دي بتحصل كتير، انه النهارده مثلا ان التوقيعات ما طلعش فيه توقيعات، وان في ناس توقيعاتها مزوره. يعني التوقيعات اللي موجوده على الورق اهو مزوره. خالد يوسف ويوسف القعيد وغادة عجمي، ناس كتير قالت لك انا من رافع، وايمن ابو العلا، ناس قالت لك احنا شايفين اسامينا والتوقيع فيها. يعني في تزوير، ورق متزور ويتقال انه 250 واحد. انما اللي ضايقني ان انا عمري وادي معتز وادي اعضاء مجلس النواب اللي وقفوا في حاله ذهول. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت ازاي واحنا في وسط اللي احنا فيه ده انت عندك معركه شخصيه مع عمرو اديب؟ ايه يعني ايه الفكره ان انت جايب المجلس عايز المجلس يسيب حياته وعمره وحياته وكل حاجه ومساله شخصيه؟
هي خناقه شخصيه بكل المقاييس. بس انا النهارده قررت ان انا اطلعها لحضراتكم لان ده بتاعت شخصيه. ده مجلس النواب، يعني يا خساره يا مجلس، يعني يا خساره يا ناس يلا ضيعتوا وقتكم النهارده. والتزوير اللي حاصل في الورق انه يتزور اسم. بكلم خالد يوسف، بكلم يا جماعه، قال لي يا ابني ابدا دي مش امضتي، ده مش ورق. لو تشوف الورق اسم الراجل وامضته تزوير رسمي. وفي النهايه قرروا ان هم يعني الناس دي انها تسيب كل حاجه. ادي الورق تزوير، وانه عايزين يجيبوا رئيس الوزراء، هيسيبوا كل حاجه وهيجيبوا رئيس الوزراء عشان رئيس الوزراء وهيئه الاستثمار ومش عارف مين وبتاع، وادي امضتنا واحنا ماضيين اهو واحنا بتاع وايمن ابو العلا متكرر مرتين ومش عارف مين متكرر مرتين واسامي مضروبه وحاجات غريبه جدا وعجيبه. حتى المواقع، يعني انا الحمد لله ربنا يا اخي يعني لما يقف جنبك انا ما عملتش حاجه. يعني انا لغايه اما جيت الموضوع ده ابتدى من الظهر، لغايه اما جيت بتشوف ربنا وقدرته وجلاله ان ربنا ضد التزوير وضد الكذب وضد الافتراء. هذا الاسلوب اللي بقى اسلوب كل الناس عارفاه عن مرتضى منصور. محدش عايز يتكلم، محدش عايز يقف قدامه. انما النهارده يا جماعه، امبارح كان يوم والنهارده يوم تاني. انا واقف، اللي عايز يبقى معايا اهلا وسهلا، اللي مش عايز انا واقف قدامك للاخر. بعدين عايزكم تعرفوا ايه السر، ايه السبب. ما هو كل واحد يقول لك ايه السبب. السبب يعني حضرتك يعني تستغرب. مرتضى منصور عايز يوقف البرنامج قبل يوم الاثنين الجاي. قبل يوم الاثنين الجاي، يعني عايز يلحق يعني عايز رئيس ده مش عارفين نجيب وزير الداخليه نكلمه امناء الشرطه، مش عارفين نجيب وزير التخطيط نكلمه في الخدمه، ده مش عارفين نقدم بيان. انما بسرعه هاتوا لي رئيس الوزراء وهاتوا لي رئيس الاستثمار نوقف برنامج عمرو اديب قبل يوم الاثنين الجاي. ليه يوم الاثنين؟ اصل ميدو جاي، عايز يوقف حلقه ميدو. انتوا متخيلين البلد بيحصل فيها ايه؟ انتوا متخيلين العبث؟ متخيلين الجنان؟ انتوا متخيلين الاحساس بالقوه والمبالغه فيه؟ حاجه يعني. طيب هو قاعد انا بفكر بيني وبين نفسي وبقول طب يا جماعه ميدو ده يعني هيقول ايه؟ يعني اهتمامك وطبعا عندنا هنا كلم الاداره وقال لهم انا هكسر الاستوديو وهبعت ناس طب يا ريت يا اخي تعالى كسر الاستوديو، تعالى اعمل اللي الاخوان ما عرفوش يعملوه، تعالى راجل لراجل هنا في الاستوديو ووريني نفسك هتكسره ازاي. احنا رجاله، طول عمرنا رجاله وتربينا رجاله يا مرتضى. عمرنا ما نخوفنا، عمرنا ما اتخذنا من كلام. كان غيرك اشطر، يا ما شفنا الكلام ده قبل كده. كان حازم ابو اسماعيل واقف بره، انت كنت فين؟ انت كنت تحت السرير وانت عارف مين اللي كان بيحميك لما كتبت على اسامي الشهر كلها اسم الراجل اللي بيحميك. فاكر ولا لا؟ كلكم عارفين المعلومه دي، مجتمع كله عارف وبينافقوا، محدش بيرد عليه. فاكرين مرتضى كان فين ولا لا؟ قال بيقول لك كان بينط. ايوه كنا بننط من على السور، ندخل نعمل برنامج ونطلع من برنامج قدامهم. انما انت كنت فين؟ فاكر انت فين؟ ومين كان بيحميك عند مين؟ والعلاقه بينكم ايه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ احنا ما بنتكلمش على تاريخ قديم، احنا بنتكلم على ناس بتزور في وجودها وبتذل الناس وبتقهر الناس. أكم من بلاغات عايزه تتقدم، أكم من ناس عايزه ترد، محدش عارف ليه. مين انت؟ مين انت؟ انا لا ليا دعوه بنظام ولا اداره، انا باخد حقي بدراعي، دراعي بس ده باخد حقي بيه، بعرف اخد حقي كويس. انا ما بخافش وانا مكمل للاخر. يا انا يا انت. عمرو عمره ما خاف وعمره ما تراجع، وحلقه ميدو هتتعمل الا لو ميدو مش عايز يجي، الا لو انت عملت حاجه في ميدو. انما قال له ايه؟ كلم الاداره لهم انا هكسر على دماغه الاستوديو وما يهمنيش فلان الفلاني، وراح رازع اسمي كده وسابب كالعاده. ولا يهمنا، وريني رجالتك. ما هي مش اول مره، ده انا تاريخي مع مرتضى ده من تاريخ البرنامج. وكان بعت لي ابنه مره يضربني، وهو مره جري ورايا في الشارع. يعني يعني مش بقول لحضراتكم متعود يعني، انما دراعي ده كله ده
هو اللي بدافع بيه عن نفسي. عمر ما كان ورايا حد، عمر ما كان ورايا حد خالص، ولا هخاف ولا هرجع ولا هسيبك. انت لو تعرف كمية البشر اللي ما صدقت، ده انا بيكلمني الناس من كل حته من بره مصر، اوعى تسيبه. النهارده كنت في عزا الاستاذ هيكل، عربيات معديه، اوعى تسيب مرتضى. كمية الكره. عارفين يا جماعه، انا لو نجحت ان انا اخليكم تتكلموا تقولوا له رايكم فيه بصراحه، الناس تقول له كفايه بقى، كفايه البلد عايزه تنضف، كفايه. يوم البرلمان اهان القسم، ولا راجل طلع قال له انت اهنت القسم، اهان القسم، قسم مجلس النواب. لا تحول لتحقيق ولا حد قال له وحبوا على راسه يلا وحلف طلاق كالعاده. انت طلعتها كم مره؟